السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ هنتكلم النهارده ان شاء الله عن كرة القدم، ازاي بدأت وازاي اتطورت يعني لحد ما وصلت لوضعها الحالي. بس قبل ما نبدأ خلينا نتأكد ان انت مشغل الجرس اللي تحت وعامل سبسكرايب، ولو الفيديو عجبك اعمل لايك. اما لو بتتفرج على فيسبوك هو هيبقى اول فيديو تقريبا على البيج اللي انا لسه عاملها، فانت ممكن تعمل لايك، ولو حابب تعمل شير لو حابب تدعمني يعني. يلا بينا نبدأ. تاريخ الكورة بيرجع لأكتر من 2500 سنة قبل الميلاد، وبدأت في الصين. وكان الفريق اللي بيكسب بيعملوا له وليمة، وكان الفريق الخسران بيجلدوه. واتعرفت الكورة في مصر في 300 سنة قبل الميلاد، وأول كورة اتعملت في أمريكا الوسطى كانت من حوالي 3000 سنة، وكانت مصنوعة من الصخر، وكانت رمز للشمس أو للإله يعني بتاعهم. وكان الفريق اللي بيخسر كانوا بيقتلوا القائد بتاعهم ويقدموه كقربان للإله. ولما كان بيتعمل حرب كانوا بيقطعوا دماغة الفريق المهزوم وكانوا بيشوطوها. وفي اساطير تانية بتقول ان هم كانوا بيعينوا المناصب العليا قبل يشوطوا الدماغ لمسافة اكبر. وكان عدد اللاعبين مش محدد، والمسافة كانت كبيرة جدا، وكان يعني عشان الفرقة دي تجيب جون لازم تجيب يعني الفرقة دي تحط الكورة في الكنيسة بتاعت الفرقة دي. وطبعا الكورة دي اللي هي المثانة يعني او العضو بتاع الناس اللي ميتة دي يعني. بس طبعا اتمنعت بعد فترة، وكان اللي بيلعبها بيتسجن. في 1836 جه العالم تشارلز جودر واخترع يعني كرة مطاط، وفضل يطور فيها لحد سنة 1855، وهي دلوقتي موجودة في المتحف الوطني لكرة القدم في نيويورك. وأقدم نادي كرة اتعمل هو نادي شفيلد، واتعمل سنة 1857، بس في مصادر تانية بتقول إنه اتعمل سنة 1824. ولكن أقدم نادي كورة موجود حاليا هو نادي نوتس الإنجليزي، واتعمل سنة 1862. في نفس السنة اتعمل أول كورة بقى، يعني الكورة بيكون جواها هواء أو بتتنفخ من خرم يعني واحد، أو اللي هو البلف يعني. وفي 1888 اتعمل دوري وشارك فيه 12 فرقة بس. بعد كده بقى في سنة 1904 اتكونت يعني الفيفا أو الاتحاد الدولي لكرة القدم، واللي شارك فيها كان فرنسا وسويسرا والنمسا والسويد وكام دولة كده يعني كمان. بس انجلترا يعني قالت لهم انا اللي بدأت الفكرة اصلا، واتقمصت وبتاع وخدت جنب. بس بعدها بسنة انضمت لهم يعني عادي قشطة مفيش حاجة. وفي سنة 1970 جت ألمانيا وعملت الكورة اللي هي المربعات الخماسية الأبيض في أسود دي، اللي هي معروفة يعني لحد دلوقتي. بعد كده في سنة 1922 اتعمل بقى أكبر دوري للأندية وهو دوري أبطال أوروبا، واللي لسه برضه حاليا بيتلعب لحد دلوقتي. بس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم، مستني بقى آراءكم تحت في الكومنتس. يلا، سلام عليكم.